اهلا بيكم. اتمنى تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني النهارده هوريكم وصفه كيك، اسهل كيكه ممكن تعملوها. مش هنحتاج فيها اي ادوات، عشان الناس اللي بتقولي انا ما عنديش مضرب. هنعملها من غير ولا مضرب ولا اكواب قياس اللي هي الاكواب المعياريه، ولا خلاط ولا اي حاجه. كيكه ممكن تتعمل كده على السريع، وفي نفس الوقت هتطلع طريه وطعمها حلو جدا. يلا نبدا على طول في الوصفه. اول حاجه انا هستخدم الصينيه دي، بس انتوا ممكن تستخدموا اي صواني متوفره عندكم، سواء صينيه واحده كبيره تقسموها صينيتين صغيرين زي ما تحبوا. انا بحضر الصينيه بان انا بدهنها زبده سايحه او زيت، وبعدين بحط شويه دقيق جواها واحركهم كده لحد ما تتكون طبقه من الدقيق والزبده دي متماسكه، وبكده لما اجي اطلع الكيكه بتطلع بمنتهى السهوله من غير بقى ما تتقطع حته منها او شكلها يبوظ. وبعدين بقلب الصينيه واشيل لو في دقيق زياده، يعني يا دوب تبقى طبقه خفيفه كده. اصعب جزء بالنسبه لي كان ان انا الاقي اصلا علبه الزبادي، لانه اغلب الزبادي اللي بيتباع عندنا هو هنا في امريكا، يعني هي العلب الكبيره دي. بس لقيت علبه صغيره بطعم الفانيليا، بس مش تفرق كتير، استخدموا زبادي عادي ساده او اي حاجه. العلبه دي تقريبا 150 جرام، بس لو العلب اللي انتوا لاقيينها شويه 170 160 مش هتفرق كتير. اول حاجه فضيت علبه الزبادي في الطبق، وهستخدم علبه الزبادي كمعيار هقيس بيه كل المكونات التانية. تاني حاجة هملاها مرة واحدة بيض، يعني هيبقوا حوالي 3 بيضات. لو حسيتوا في اي وقت ان العلبة محتاجة تتغسل وننشفها اعملوا كده، بس انا محتاجتش اعمل كده خالص، انا بس بملاها وادلق على طول في الطبق. فحتى لو انت عندك المضرب والادوات وعايزة ما تكركبيش الدنيا ويبقى عندك حاجات كتير تغسليها بعد ما تخلصي الكيك، دي طريقة سهلة لانه هترمي بعدها العلبة وخلاص. يبقى بعد ما زودنا علبة الزبادي وعلبة البيض اللي هي فيها 3 بيضات، هملى العلبة كمان مرتين سكر. اللي حابب انه يقلل السكر كوباية ونص او حتى كوباية يقدر يعمل كده. بس انا حطيت كوبايتين مش مليانين على الاخر يعني. في الوصفة دي ممكن نتحكم شوية في المقادير، لان هي كيكة طيبة كده ومتسامحة، يعني حتى لو المقادير مش بالجرام مش مشكلة. الخطوة اللي بعد كده ان انا هاخد المضرب السلك العادي وهحرك كده الاتنين مع بعض لحد ما اتأكد ان هما بقوا لونهم واحد قوامهم واحد. المرحلة دي ان انا بحاول بس ادخل شوية هواء في الكيك علشان يطلع قوامها خفيف وفيها فراغات هواء، ما تبقاش دنس كده، او بالعربي بيقولوا مكتومة، يعني ما فيهاش اي فراغات هواء. بحرك كده شوية بس لحد ما احس ان القوام بقى متجانس كله لون واحد. خلاص انا كده ضربت الزبادي والبيض والسكر مع بعض. دلوقتي بقى هبتدي اضيف المواد الجافه، وهضيف علبتين دقيق. في الوصفه دي انا قعدت اعدل شويه في الوصفه دي، لاني جربتها الاول ب3 كوبايات وما عجبتنيش قوي، كنت حاسه ان هي عايزاها تبقى اخف، ومقدار كوبايتين مليانين زي اللي انتوا شايفينهم دول من الدقيق هيبقوا مظبوطين. بعد كده هزود بمعلقه شاي عاديه صغيره معلقتين من البيكنج باودر ومعلقه من الفانيليا، طبعا عشان انا عايزاها بنكهة الفانيليا، بس اللي حابب يغير يحط بشر برتقان بشر ليمون اي نكهة تانية هو بيحبها ممكن يعمل كده. وحطيت رشة ملح صغيرة، دايما مع اي كيك بحط رشة ملح صغيرة بتبين الطعم. وهحرك كده بالراحة لحد ما كله يتخلط مع بعض. ببدأ من النص وبحرك ايدي بحركة دائرية زي ما انتم شايفين كده، عشان الدقيق يبدأ يمتص السوائل بالراحة، والخليط اللي يطلع عندي في الاخر يبقى ناعم مفهوش اي كلاكيع، من غير محتاج ولا مضرب كهربائي ولا خلاط. انا كنت حابه ان كل الناس حتى المبتدئين اللي ما عندهمش ادوات يقدروا يعملوا الكيكه دي، فعشان كده حبيت ان هي تكون سهله وخطواتها مش معقده. اخر حاجه بقى هنضيفها هي علبه كمان زيت نباتي عادي، ذره او اي زيت نباتي ملوش طعم قوي. مليتها على الاخر قوي بس يعني مش مشكله. هزود الزيت وهخلط برضو الاتنين مع بعض. هنحس شكلها كده غريب في الاول، بس لما نفضل نخلط هيتمزجوا كويس مع بعض. وبرضو ملحوظة في اي كيك، انه بمجرد ان احنا ضفنا الدقيق مش المفروض نحرك في الكيك كتير، ولا نضربها بالمضرب سواء العادي او الكهربائي كتير، علشان الكيكة ما تطلعش ناشفة، عشان الدقيق ما يخليش الكيكة ناشفة. ما دام الدقيق اتحط يبقى حركة الكيك تبقى بسيطة. عشان كده انا وقفت خلاص بالمضرب، وهكمل بسباتيولا او معلقة او اي حاجة. شايفين قوام الكيك طالع عامل ازاي؟ من قبل ما تدخل الفرن بتبقي عارفة ان هي هتطلع كيكة كويسة، لونها ذهبي وشكلها حلو، باين ان هي قوامها ناعم ما فيهاش اي كور او كلاكيع من الدقيق، متجانسة كده مع بعض، والسمك بتاعها مظبوط، ما هياش سائلة قوي زيادة عن اللزوم، ولا هي سميكة قوي ان هي تطلع ناشفة. ولو انتم مستخدمين نوع تاني من الزبادي او نوع تاني من الدقيق، فحسيتوا ان الخليط اللي طلع معاكم شوية اسمك من كده، زودوا معلقة او 2 من الحليب لحد ما يبقى قوامها سائل كده.
وبعد كده هنصب بقى الخليط في الصينيه اللي احنا جهزناها. الخليط ده على فكره يكفي صينيه كبيره، فلو عايزين تقسموه على صينيتين صغيرين برضو تقدروا تعملوا كده. وبعدين هندخلها الفرن، هتدخل على فرن درجه حرارته 180 مئويه، وهتاخد الوقت هيختلف على حسب حجم الصينيه، من 25 ممكن توصل لحد 40 دقيقه لو مستخدمين صينيه كبيره قوي. نعرف ان هي استوت لما ندخل فيها خلة اسنان وتطلع نظيفة، ومن لونها كمان. يعني الكيكه بتاعتي دي القشره بتاعتها من بره هتطلع لونها غامق شويه، علشان صواني البانز دي عامه بتغمق الكيكس عن الصواني اللي هي الالومنيوم اللي لونها فاتح. بس لما دخلت فيها خلة الاسنان وطلعت نظيفه عرفت ان هي استوت. هقلبها بقى على طبق التقديم، بحط الطبق عليها وفوطه من تحت علشان ايدي ما تتلسعش، وبعدين اقلب الكيك. وعشان احنا محضرين الصينيه كويس الكيكه هتطلع معانا بمنتهى السهوله. ريحتها جميله جدا وقوامها طري قوي. يعني ده كان اهم عامل عندي في الكيكه دي، ان انا قعدت اظبطها عشان توصل للقوام ده، لان انا ما بحبش الكيك. عارفين الكيك اللي لازم تشربوا معاه مشروب عشان يرضى يتبلع؟ انا ما بحبش الكيك ده ابدا. احب الكيكه تكون طريه ويكون فيها هوا وخفيفه كده، حتى لو احنا مش مستخدمين مضرب، وحتى لو ما فصلناش البياض عن الصفار. انا هنا زينتها بشوكولاته بيضه سايحه وصوص شوكولاته ابيض وشوكولاته غامق. اللي مش عايز يعمل كده ما يعملش، ده مجرد عشان التصوير بس. ممكن تتاكل زي ما هي او تتزين باي صوص زي ما تحبوا. وهحط لكم برضو لينكات للحاجات الفيديوهات اللي عملنا فيها الصوص ده قبل كده. قوامها بقى من جوه طري جدا وجميله، تتاكل جنب اي حاجه وسهله قوي. حبيت ان يكون في هنا كيكه سهله على القناه لاي حد مبتدئ او حد صغير في السن. بتفرحني قوي تعليقات الناس اللي سنها صغير لما تجرب الكيك. الكيكه دي كمان اديت الوصفه دي لماما وعجبتها. ماما بتحب الكيكات السهله اللي ما فيهاش تعقيد، والكيكه دي عجبتها. بس اتمنى ان هي تعجبكم انتوا كمان. وقبل ما تسالوا في الكومنتات لو عايزين نعملها بالكاكاو نعملها ازاي، انا عملت فيديو تاني وهحطه لكم يعني غالبا بكره ان شاء الله. فيديو تاني نسخه تانية من الكيكه دي برضو من غير اي ادوات بس بالكاكاو، وعملتها بشكل مختلف وزينتها بطريقه مختلفه. استنوها بكره على القناه. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك واكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات. واشوفكم تاني في فيديو جاي على خير، وباي باي.